الفضيحة كل يوم بتكبر، والكل رافع شعار: على عينك يا تاجر، عليا وعلى أعدائي، أو أنا ومن بعد الطوفان. كله النهاردة بدأ ينشر غسيله زي ما انتم عارفين. الأهلي هيشتكي ميدو للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الزمالك هيشتكي الضماطي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيراميدز هيصعد للاتحاد الدولي إذا الثلاث نقط اللي الرابطة هترفعهم عن عقوبة الأهلي لانسحابه في ماتش الزمالك هيوصل للفيفا. الزمالك متضامن. القصة كلها النهاردة إنه بقت الناس بتتكلم في الأسانيد القانونية في رفع 3 نقاط أو 3 نقط من عقوبة تم اتخاذها من قبل. ده في الوقت اللي معظم أو كل خبراء اللوائح والقوانين هنا وخارج هنا بيقولوا إن ده لو حصل واشتكى الزمالك وبيراميدز للفيفا العقوبة هترجع. مش هخش في تفاصيل قانونية، لكن ده اللي بيتقال. الرابطة هنا واقعة في حيص بيص، لأنها يعني زي ما أعلنت فجأة، فاكرين لما أعلنت فجأة عن الجولة الثانية للدوري الممتاز وحطت الأهلي في وش الزمالك ودخلنا في موال 4-5 أيام قبل الماتش والحكم الأجنبي والكلام ده كله والزيطة دي. نفس القصة جت الرابطة برضو ليلة العيد أو قبل العيد بيوم وراحت طالعة بالقرار التاريخي إنه 3 نقط كفاية على النادي الأهلي حسب المادة كذا والمادة كذا. وزي ما قلت لكم إن الحتة القانونية دي يعني الناس اتكلمت فيها، حتى قناة العربية اللي غير متخصصة في الرياضة بتقدم بقرارات إخبارية تناولت الموضوع وقالت نفس الكلام على لسان أحد خبرائها. المشكلة النهاردة إنه يعني المواجهة بقت كبيرة قوي، الأهلي والزمالك والرابطة ودخل اتحاد الكورة، ودي مسألة بتبين إنه القصة لو كبرت وطلعت أكتر وخرجت بره الحدود المصرية هتبقى ردود الأفعال سلبية وممكن تتطربق، مش على الكل لكن هتتطربق بالشكل اللي هيخلي الشكل العام مش لطيف. حرب إعلامية بعيدة المدى واسعة النطاق. أنا زي ما بقول بيان يعني شديد يعني. حرب إعلامية واسعة جدا بين الأهلي والزمالك والرابطة، وكل طرف من الثلاثة عنده أنصاره اللي بيدافعوا عنه. كل واحد بيدافع من منطلق تفكيره، بغض النظر تفكيره ده صح ولا غلط، هو بيدافع. والسلام حالة من القلق والتوتر غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم في مصر، حالة بتكشف فشل إداري عام تحت عنوان اللي يقدر على التاني، وده عنوان بيوصل بالتأكيد لفوضى، لكوارث. جولات هي الأغرب في منافسة القطبين، يعني ما أعتقدش في حياتي كلها ولا في حياة كتير من حضراتكم شاف الصراع ده. بيتقال دلوقتي زي ما قلنا بقى ايه اللي يقدر على التاني، ان الاهلي هيفتح ملف رخصة الزمالك وبيراميدز عشان يوقف نشاطهم. طبعا الزمالك عنده مشاكل مالية وبيراميدز عنده مش عارف ايه وهيخشوا في الموال ده، لكن ده بيتقال، ممكن يكون ما خرجش بشكل رسمي من النادي الاهلي، لكن طبعا الانصار شغالين. في المقابل تلويح بفتح ملفات فساد في الاهلي، يعني الدنيا رايحة في حتة مش لطيفة. الكلام الفاضي ده كله يعجب مين؟ مين المستفيد منه؟ المصلحة رايحة لفين؟ والمشهد اللي أنا يعني ممكن لازم أوصفه إنه مشهد سخيف، مشهد قذر، هيوصل لغاية فين؟ هذا المشهد المرعب الكابوس
امتى تنزل عنه ستارة مسرحية من أسوأ المسرحيات اللي شافتها كرة القدم في الدنيا كلها. أنا ما أعتقدش إن في صراع زي ده اتوجد في أي حتة في الدنيا. المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة كتب تويتة من كام يوم لفتت نظري، لأن أنا كنت بفكر فيها وفي ناس سألوني فيها واتكلموا فيها، لكن ما كنتش مصدق إنه هيجي حد يعني مسؤول في الوسط ويكتبها. بيقول إيه؟ بيقول إنه يعني تعديل قرارات الرابطة برفع 3 نقط من عقوبة النادي الأهلي هي الخطوة الأولى اللي هتودي في النهاية لإلغاء الدوري وربما حل الرابطة. وأنا بقول لك يا باشمهندس، زي ما أقول لك الخاطر ده جالي والبعض اتكلم معايا فيه، لكن ما أعتقدش إن ده ممكن يحصل، لأن إلغاء الدوري معناته إهانة، وحل الرابطة معناه حل وسط الكورة في مصر المحروسة. طبعا الرابطة غلطت، مش عايزة كلام، وممكن تمشي وكل حاجة، لكن الاتنين مع بعض كده يعني يتلغي الدوري وتتحل الرابطة، لا، هتبقى المسألة في منتهى الخطورة. والسؤال هنا، فين اتحاد الكورة؟ الإجابة الاتحاد ما عندوش كلمة تاني ممكن يقولها. الاتحاد واقف يتفرج، لأن أبو ريدة قالها وخلص من فترة. قال إيه أبو ريدة؟ قال إحنا اللي بنحط اللوائح في الفيفا وفي الاتحاد الإفريقي وأكيد برضه في اتحاد الكرة المصري، فكيف لنا أن نتجاوزها أو نخالفها؟ ملحوظة، الرابطة بتعمل زي ما ناس كتير عارفة قوي قوي، بتعمل تحت مظلة اتحاد الكورة، مش في مصر بس، في الدنيا كلها. الرابطة بتعمل تحت مظلة اتحاد الكورة، مش رابطة في الهواء. شكرا لحضرتك.